اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده على قناه من قلب التاريخ. ان شاء الله النهارده هتكلم عن موضوع من الموضوعات المهمه جدا. الموضوع دوت شيق لابعد مدى. طبعا تفاصيله كلها عشناها طول السنين اللي فاتت ديت. علشان كده حبيت ان انا اتكلم فيه، واحب ان انا اعرف طبعا الاجيال الجديده اللي ما حضرتش الموضوع دوت. احب اعرفهم التفاصيل بتاعته من البداية لحد النهاية. ان شاء الله النهاردة هتكلم عن حرب سيناء. كيف قضى الجيش المصري على الارهاب بعد ثورة 30 يونيو 2013. طبعا في قلب الصحراء الواسعة، حيث الأرض القاسية والحدود المشتعلة، كانت سيناء مسرحا لمعركة مختلفة، مش بس بالسلاح لكن بالإرادة والصبر. بعد 30 يونيو 2013 مصر كانت بتواجه أخطر موجة تهديدات إرهابية في تاريخها الحديث، لكن اللي حصل بعدها كان ملحمة طويلة اسمها حرب استعادة سيناء. الصورة العامة بعد 30 يونيو، بعد ثورة 30 يونيو 2013، مصر دخلت مرحلة اضطراب أمني في أكتر من منطقة، لكن سيناء تحديدا، خصوصا شمال سيناء، بقت أخطر بؤرة. طبعا السبب كان ان في بعض الجماعات المسلحة استغلت الفراغ الامني في فترات سابقة، وطبيعة الارض الجبلية والصحراوية الصعبة، وقربها من الحدود، ووجود شبكات تهريب قديمة، وبدأت تظهر عمليات منظمة ضد الجيش والشرطة والمدنيين. ابرز الجماعات المسلحة ديت، كان اهم تنظيم ظهر في الفترة دي كان تنظيم انصار بيت المقدس. دي كانت اخطر جماعة في البداية، وبدأت عملياتها قبل 2013 لكن توسعت بعدها. كانت بتستهدف طبعا الأكمنة الأمنية وتفجيرات ضد قوات الجيش والشرطة، وعمليات في العريش والشيخ زويد ورفح. سنة 2014 أعلنت مبايعة تنظيم داعش، وأصبح اسمها ولاية سيناء، وده غير شكل المواجهة وخلاها جزء من صراع أكبر مع تنظيم داعش عالميا. بالنسبة لأهم العمليات الإرهابية في سيناء في الفترة ديت، كان أول عملية تعتبر من أهم العمليات الإرهابية اللي حصلت في الوقت ده هجوم كرم القواديس سنة 2014، من أخطر الهجمات في تاريخ سيناء. استهدف نقطة عسكرية كبيرة واستخدمت فيه سيارات مفخخة، وهجوم منظم أدى لسقوط عدد كبير من الضحايا من القوات. الحدث ده كان نقطة تحول في طريقة رد الدولة. تاني حدث من الأحداث الإرهابية اللي حصلت في الفترة دي، تفجير الطائرة الروسية عام 2015. طبعا التكفيريين استهدفوا طائرة مدنية روسية بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، طبعا أدى إلى سقوطها ومقتل كل الركاب عليها. الحدث ده أثر بشكل كبير على السياحة في مصر، ورفع مستوى التهديد الأمني عالميا. الحدث الثالث هي هجمات الشيخ زويد المتكررة. في 2015 حصلت سلسلة هجمات كبيرة طبعا. تم استهداف أكمنة أمنية بشكل متزامن، واستخدام سيارات مفخخة، وهجمات من عدة محاور، ومحاولات للسيطرة على مناطق مؤقتا لكن تم صدها. رابع حاجة تفجير الكنائس والعمليات داخل مصر. بعض الخلايا امتدت خارج سيناء، والتفجيرات استهدفت كنائس في القاهرة وطنطا والإسكندرية، والهدف كان إثارة الفتنة الطائفية وإثارة الفتنة الداخلية. وطبعا استهداف الطرق والأكمنة على مدار سنوات، تفجير عبوات ناسفة على الطرق، واستهداف دوريات أمنية، وزرع ألغام في بعض المناطق. طب حد يقول لي إيه رد الدولة المصرية على الهجمات دي؟ طبعا رد الدولة المصرية، طبعا الدولة المصرية في الوقت ده صعدت. بعد 2014 الدولة بدأت تتحرك بشكل أوسع وأقوى. حصل طبعا الدولة ردت به حملات تمشيط واسعة. الجيش بدأ عمليات تمشيط في مناطق جبلية وصحراوية، واستهداف أوقار وتجمعات المسلحين التكفيريين، عزل مصادر الإمداد، طبعا تديير الطرق اللي بتوصل دعم للتكفيريين، ومراقبة الحدود بشكل أقوى، وتدمير الأنفاق اللي كانت بتستخدم للتهريب. طبعا إنشاء مناطق عزلة خصوصا في رفح، إزالة مباني قريبة من الحدود، وإنشاء منطقة عزلة لمنع التسلل والتهريب، واستخدام تكنولوجيا ومعلومات استخباراتية، طبعا طائرات استطلاع ومراقبة إلكترونية، وجمع معلومات دقيقة عن تحركات التكفيريين. بالنسبة للعملية الشاملة سيناء 2018، دي كانت نقطة التحول الأكبر، هدفها تصفية البؤر الإرهابية بشكل شبه كامل في شمال ووسط سيناء، وأجزاء من دلتا مصر ومناطق صحراوية أخرى. ملامحها انتشار واسع للجيش والشرطة، وعمليات متزامنة في أكتر من اتجاه، وقطع الإمدادات عن الجماعات المسلحة، وتأمين شامل للطرق والمدن. بعد العملية دي بدأ النشاط الإرهابي يقل بشكل كبير جدا مقارنة بالسنوات الأولى بعد 2013. طبعا ما ننساش دور أهالي سيناء اللي ساعدوا الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب.
طبعا عن طريق طبعا ان هم كانوا بيساعدوهم، اذا كان بيساعدوهم بالمعلومات عن اماكن تجمعات التكفيريين، او بيساعدوهم بالمؤن. يعني دور اهل سينا طبعا يعني محدش يقدر ينساه. طبعا الحرب طبعا ما كانتش بس حرب، لكن كانت إعادة بناء الدولة. طبعا ما وقفتش عند الجانب الأمني فقط، لكن كمان الدولة طورت سينا. طبعا أنشأت طرق جديدة تربط سينا بباقي مصر، ومشروعات إسكان وتنمية اقتصادية وتحسين خدمات الصحة والتعليم. والهدف كان واضح: تحويل سينا إلى من منطقة صراع إلى منطقة استقرار وتنمية. يعني لو هنلخص الكلام ده هنقول ان بعد 30 يونيو 2013 سيناء خصوصا بشمالها دخلت مرحلة اسمها عمليا فراغ امني جزئي في بعض المناطق النائية، وده سمح بظهور وتمدد جماعات مسلحة كانت موجودة بالفعل لكن بشكل محدود. اهم نقطة هنا ان الارهاب في سيناء ما بدأش بعد 2013، لكنه اتحول من خلايا صغيرة الى تنظيم شبه عسكري. الجماعات بدأت تستفيد من التضاريس الجبلية زي جبل الحلال ووسط سيناء والصحراء المفتوحة، وضعف السيطرة على بعض الطرق وشبكات تهريب قديمة عبر الحدود. واتطورت التنظيمات المسلحة زي أنصار بيت المقدس. كانت البداية الأخطر في هجمات على الشرطة في 2012 و2013، وتفجير عبوات ناسفة واستهداف أكمنة ثابتة ومتحركة. ونقطة التحول في 2014 أعلنت مبايعة داعش وأصبحت ولاية سيناء، وده معناه تمويل ودعم فكري وإعلامي أكبر وتدريب على تكتيكات حرب العصابات واستخدام أسلوب الصدمة والترويع. بالنسبة لطبيعة العمليات الإرهابية، الإرهاب كان بينقسم لعدة أنواع: الكمائن والاشتباكات المباشرة، واستهداف أكمنة الجيش والشرطة، واستخدام السيارات المفخخة قبل الهجوم طبعا، واشتباكات سريعة ثم انسحاب. العبوات الناسفة دي كانت أخطر أسلوب. طبعا التكفيريين زرعوا عبوات على الطرق الصحراوية واستهدفوا المدرعات والدوريات، والتحكم عن بعد طبعا، والتفجير يا إما أو تفجير بالضغط. والهدف طبعا كان إنهاك القوات واستنزافها. بالنسبة للهجمات برضو حصل هجمات متزامنة زي اللي حصل في الشيخ زويد، هجوم على أكتر من نقطة في نفس الوقت ومحاولة تشتيت القوات وخلق حالة ارتباك ميداني. الدولة كانت بترد ازاي؟ الرد ما كانش رد فعل لحظي، لكن استراتيجية طويلة: حرب استنزاف منظمة، عمليات تمشيط يومية وتتبع الخلايا وضرب مخازن السلاح والسيطرة على الأرض ونقاط تمركز ثابتة وحواجز أمنية على الطرق الرئيسية وغلق مسارات التسلل. طبعا الحرب الجوية، طبعا الجيش استخدم الطيران في ضرب الأهداف واستهداف التجمعات في المناطق الجبلية ودعم القوات الأرضية. وطبعا حصل تفكيك الشبكات، ضرب مصادر التمويل ومنع التهريب ومراقبة الاتصالات. بالنسبة للعمليات الإرهابية الإضافية، طبعا في 2015 حصل هجوم على كمين البرص. هجوم كان كبير طبعا على الكمين في رفح، واشتباك عنيف لساعات، واستخدمت فيه التكتيكات التفجير والاقتحام. طبعا كمين البرص ده حصل عليه أكتر من هجوم، وطبعا كان أخطر هجوم هو الهجوم اللي حصل سنة 2017، وطبعا المشهور طبعا اللي استشهد فيه العقيد أحمد المنسي. في 2016 تصعيد الاغتيالات، استهداف طبعا ضباط في مناطق مختلفة واستخدام عبوات مزروعة على الطرق والعمليات الضرب والهروب. واستهداف المساجد، طبعا في 2017 حصل هجوم على مسجد في العريش اسمه مسجد الروضة. طبعا الهدف كان ضرب الاستقرار المجتمعي. طبعا الجماعات التكفيرية كانت بتعمل فيديوهات تهديد وتحاول ان هي تضخم قدراتها وتستهدف المعنويات، يعني كانت بتتبع اسلوب الحرب النفسية. الدولة كانت بتنشر بيانات عمليات وتوضح السيطرة الميدانية وتقلل تأثير الدعاية المضادة، والحرب كانت على الأرض وفي الإعلام. يعني سينا بعد المواجهات طبعا حصل تغييرات على الأرض: طرق جديدة ومدن ومشاريع إسكان وتحسين الربط مع قناة السويس والدلتا، وعودة السكان تدريجيا، والنشاط الاقتصادي بدأ يرجع طبعا، وخدمات الدولة توسعت. الخلاصة ان الحرب في سيناء كانت مزيج بين حرب العصابات وحرب استنزاف وحرب معلومات، فيها عدو بيغير شكله باستمرار ودولة بتتعلم وبتطور ادواتها مع الوقت. وفي النهاية النتيجة ما كانتش لحظة، لكنها تراكم سنوات من السيطرة والتضييق والتفكيك. سيناء مش مجرد أرض، دي منطقة كتبت فيها مصر واحدة من أصعب معاركها الحديثة.
حرب مش بس بالسلاح لكن بالإصرار والتخطيط وإعادة بناء الأرض من جديد. وفي النهاية بقت الرسالة واضحة إن سينا محدش يقدر يكسرها ولا يفرض عليها الفوضى طول ما الجيش المصري خير أجناد الأرض موجود. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة. كان معكم محمد سلامي. أتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقة يا ريت تدوسوا لايك وتدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلوك كل جديد، ونتقابل في فيديو جديد. سلام.